اليوم زي ما وعدناكم حنسوي هيلثي ريسيبي، وزي ما قلنا كمان الريسيبي هذه الأطفال والكبار يحبوها. الريسيبي هذه ان كولابوريشن مع ترينر مي خليف ام فيت. حنسوي اليوم بوب كورن تشيكن اللي هو قطع صدور دجاج صغيرة، وحنحطها في البقسماط، بس حنحطها في الفرن ما حنقليها. ما فيها أي زيوت، ما فيها أي أشياء كده غريبة تخن. حتشوفوا كيف الطريقة مرة سهلة. الانجريدينتس اللي حنحتاجها، عندي 4 صدور دجاج قطعتها قطع كده مربعات صغيرة، هذا المقاس تقريبا. بعدين عندنا 3 بيضات حنخفقها، وبعدين عندنا بقسماط ياباني اللي هو البانكو، ممكن تستخدموا بقسماط عادي. هذا هو البانكو اللي انا استخدمته. هذا الحلو فيه انه هو اورجانيك، اشتريته من ويب سايت اسمه اي هيرب. الحلو في هذه الاورجانيك بانكو كرمز انه هي لو ان صوديوم، فما فيها ملح، ما فيها اديتيفز، وطبعا حتسوي very crunchy flavor في التشيكن. بعد كده حنحتاج بودرة ثوم، بودرة بصل، شوية ملح وفلفل اسود، شوية بابريكا، وشوية وورستشاير صوص. تقدروا تعملوا substitution للورشستر صوص العادي باللي هو لو صوديوم عشان الملح حقه يكون اقل، فالكالوريز حقته اقل. اول شيء حنسويه انه احنا حنحط كل البهارات الجافة هذه فوق البانكو او البريد كرامز. وبعد كده حنلخبطها، نتأكد انه احنا لخبطناها مرة كويس عشان لا تطلع لنا فجأة كده قطع ملح ولا فلفل اسود. بعد ما قلبنا البانكو، هذه الورستشاير صوص حنحطه على البيض وحنقلبه عشان يديه بس نكهة. اذا ما عندكم عادي مو لازم. في ناس في هذه المرحلة يحطوا اي نوع نكهات تبغوها، ممكن تحطوا هوت صوص، ممكن تحطوا باربيكيو صوص، النكهة اللي انتوا تبغوها. دحين حنبدأ نحط الدجاج، قطع الدجاج في البيض، وبعدين حنحطها في البانكو. طيب انتوا عارفين انا ما اشتغل غير بيدي، بس في الوصفة هذه بالذات استخدم جلوفز لانه مرة فيها لغوصة كتير. فهذا الدجاج عندنا حنحطه في البيض ونتأكد انه تغطس كويس. بعد كده نغطيه مرة كويس، شايفين؟ وحنحطه في صحن. وهذه هي الدجاج بعد ما حطيناها في البقسماط وخلاص ظبطنا الموضوع. حنخليها بس 15 دقايق تمسك نفسها وترتاح، بعدين حندخلها الفرن. طيب جبت صينية كبيرة وحطيت عليها parchment paper، ورق زبدة أو ورق شمع، وحطيت هذه صينية حديد مفرغة عشان الدجاج ينطبخ بالتساوي من فوق ومن تحت. إذا ما عندكم هذه، احنا حنخبزها 20 دقيقة، طلعوها بعد 10 دقايق وأقلبوها وأرجعوا كملوا خبز تاني. طيب دحين ترينر مي بس حتتكلم لكم شوية nutritious facts عن الدجاج وعن الوصفة هذه. الدجاج طبعا جدا عالي في البروتين. الصدر الواحد تقريبا فيه over 40 جرام من بروتين. الدجاج طبعا يعتبر من اللين بروتين، يعني ما في اي دهون، او نسبة الدهون فيه جدا قليلة، فجدا مفيد بالنسبة للناس اللي تبغى هاي بروتين. صدر الدجاج الواحد فيه تقريبا فوق 120 او 130 كالوري. للناس اللي مرة تحب الكرانش، وطبعا احنا عشان ما حنقلي الدجاج هنا، البانكو مرة بيساعد في هذه الكرانش في الفرن. خلاص اوكي، دحين خلصت ترتيب. حندخلها الفرن وحنخليها تنخبز على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. انا الفرن شغلته من اول. هذه الوصفة استخدمنا فيها صدور الدجاج. اذا انتوا تبغوا الدجاج يكون جوسي اكتر، تقدروا تستخدموا افخاذ الدجاج. على بال ما الدجاج يخلص يستوي في الفرن، حوريكم كيف حنسوي الماسترد هاني ماسترد صوص اللي هو صوص العسل والخردل. الانجريدينتس مرة بسيطة. هذا ديجون ماسترد، انا استخدمت ديجون ماسترد القوي، ممكن تستخدموا العادي، وعسل. بعدين عندنا لو فات مايونيز، اذا ما تبغوا تستخدموه عادي، شوية خل ابيض وشوية كايان بيبر. اذا الكايان بيبر مو موجود عندكم تقدروا تستبدلوه ببابريكا، او مو لازم تحطوه من اساسه.
احنا عاملين طبعا هذا الصوص شيء زيادة للناس اللي ما تبغى تستخدمه عادي، بس هو أكتر شيء ممكن يكون هيلثي كديبينج. بكل بساطة حنخلط كل المكونات هذه مع بعض ألين ما يصير قوامها متماسك وناعم. هذا الصوص تقريبا ملعقتين صغيرة منه حيكون فيها 60 كالوري. طيب بوريكم شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. شوفوا الكرنش من برا مرة كرنشي، لما تاكلوها كأنها مقلية بالضبط. طيب أنا ما حكذب عليكم وحقول لكم طعمها بالضبط زي المقلي، بس طعمها من جد لذيذ. جربوها وحتطلع مرة لذيذة، أولادكم مرة حيحبوها، وكده تضمنوا إنه أنتوا بتخففوا الأكل المقلي. كويس. لذيذة؟ جاتي ظريف. اوكي صراحة الكل عجبته، الصغار والكبار عجبتهم، فجربوها وقولوا لي ايش رايكم.